أحد علماء علم النفس التحفيزي، هل يمكنك أن تحدثنا قليلا؟ أشكرك يا أخي على التحدث إلي، لكني طالما وجدت هذا الموضوع مثيرا جدا لأني رأيت واحدا لم يسعى عزاء زوج عمتي وواحدا يفعل تحديات شهرية. منيري اسمه أعتقد. كان الموضوع مثيرا لي جدا جدا جدا، ولكن كانت هذه الفيديوهات بمثابة الزهرة السوداء بالنسبة إلي، كانت تحفزني جدا. ولكن في الآخر أصبحت شخصا مبهوتا وحزينا وأعاني من مرض نفسي من 3 حروف. في عز ما انت فاقد الشغف وما عندكش طاقه ان انت تعمل اي حاجه، روح نام. ده احسن حل. اوعى تفكر تفتح فيديو تحفيزي او تيك توك. عارف تفكر تفتح تيك توك ليه؟ انا مره نزلت جريت من بيتي للجامعه. موضوع اندرو تيت ناس كتيره قوي بتقول زي ما انت شفت كده واخدين التيك توك وضع التيك توك. اساسيات ان انت تعمل فيديو تحفيزي. اساسيات. امال انت فاكرها سبهلله ولا ايه؟ هو اي حد كده معدي في الشارع يعمل فيديو تحفيزي؟ لا طبعا، ليه اساسيات. لازم يكون عندك عضلات وفلوس وبس. عضلات وفلوس. عضلات عشان تقنع الناس ان انت ناجح، وفلوس عشان تفلكس بيها على الناس. يعني انا مثلا غني معايا 50 جنيه وربع. تعرفش انت الربع ده بيعمل ايه دلوقتي؟ وقاعد ولا بيا ولا عليا، وقاعد سايب بره الموتوسيكل بتاعي ولا فارقه معايا. بجيب صحابي هنا البيت اكلهم واشربهم. ما بعرفش يجيب حريم، يجيب فلوس. ما بعرفش اجيب حريم. ماشي. ودي عينات من الناس اللي هم بيعملوا فيديوهات تحفيزيه. زي ما انتوا كلكم شايفين انا تخنت جدا. انا البودكاست بتاعتي كلها واللي ممكن يبقى فيها سنة انبساط. اقفل يا ابني اقفل. الاستاذ فادي يعمل اللي هو عايزه طبعا. الاستاذ فادي، تعرف فادي الفورمه؟ ما تعرفوش؟ بس ده عارف فيديو ممكن يأذيني طبعا، فانا هتلاش ان انا اتكلم عليه اصلا. الاستاذ فادي يعمل اللي هو عايزه. طبعا انت الفراغ قتلك ورحت فتحت التيك توك من ورايا. ينفع تسمعش الكلام؟ البس بقى. هتلاقيه بيزعق لك ويقول لك اقطع كارب، اقطع سكر، اقطع بروتين، اقطع خط الاستواء، اقطع مع صاحبتك، وانزل اتمرن واجري الساعه 5 الفجر. انت بتزعلي ليه؟ انا عملت ايه يا عم؟ هقطع كارب وهقطع سكر يا عم. انت لو رجعت بس 10 دقايق قبل ما نفتح التيك توك اصلا هتلاقيني فاتحه عشان انا زهقان وزعلان. تزعلي؟ انت بتزعلي ليه يا عم؟ اكيد انا فاتح تيك توك او انت فاتح تيك توك عشان حد زعق لك. ابوك بقى او مديرك في الشغل، او الاوسخ من كل ده يكون ابوك زعق لك مرتين عشان هو ابوك ومديرك في الشغل. حاجه فعلا. امك بتزعق لك عشان تنزل ترمي الزباله. خليك مطيع وانزل ارمي الزباله احسن ما تخلي منيري يزعق لك. روح خلي امك تزعق لك، هي اولى بيك. اول حاجه هنقطع سكريات والبان والاكل المقلي كله. بعدين ايه اقطع كرب؟ يعني ايه كرب وسكر؟ انا ما اعرفش الكرب. انت عارف الكرب والسكر دول بيتحطوا في انهي اكل؟ تموين. طب اقطع مع صاحبتك دي وكلنا عارفينها. يعني انت لازم ضروري ان انت تقطع مع صاحبتك. هتقولي ليه؟ مصاريف واحده غريبه. انت جايب واحده غريبه تصرف عليها، فاهم؟ ايه النتانه دي يا عم؟ ما تقطعش مع صاحبتك او براحتك يعني. واجري 20 كيلو الساعه 5 الفجر. ليه اتمرن 5 الفجر اصلا؟ ليه مش 10 مش 10 ونص مش 11 قبل الظهر؟ ليه اصلا انزل من بيتنا الساعه 5 الفجر في عز التلج والكلاب بتجري ورايا؟ الا لو انت بقى نازل تلعب عسكر وحرامي مع الحكومه. اللي بينزلوا في الوقت ده بتوع خردة وحراميه. هم دول اللي بيبقوا في الشارع الساعه 5 الفجر. حتى بتاع اللبن بطل ينزل. مفيش بتاع لبن دلوقتي. لما تقول لحد نازل الصبح يقول لك نزل تبيع لبن، خلاص الافيه ده بطل، ما تقولوش تاني. الا لو انت بني ادم طبيعي طبعا ونازل تصلي الفجر. لازم تصلي الفجر. انا بنزل اصلي الفجر كل يوم طبعا، انا وصاحبي عبده بننزل نصلي الفجر. فاهم؟ بس تضحكش. لازم تصلي الفجر ضروري. انا مش عارف اتكلم جد خالص يا راجل. انت مفكرني ان انا مش هقول لك تنزل تصلي الفجر؟ على فكره بقى انا انسان ذو خلق وهقول لك صلي الفجر. بس انا والله محفظتي ضاعت ومعيش فلوس، وفلوسي كلها ضاعت فيها، ومعيش فلوس اكمل اجره المشروع. والله مش شحات والله. بس بعد اذنك يا باشا، ممكن تكملي الاجره؟ المشكله ان هم حاصرين النجاح. يعني انت عشان تبقى ناجح لازم تبقى فورمه وعي. بقيت اشوف العيال كلها شبه البيبان. العيال بقت شبه الدرف، ودي مشكله كبيره بالنسبه لنا. لان اي حد هتتكلم بعد كده هيمسكك يفشخك ضرب من غير ما يتفاهم معاك. هو كده فورمه وانت قد كده، فمش هيتفاهم معاك اصلا. وانا مش ناقص ضربات، كفايه الضربات اللي باخدها من الزمالك ومن مرتضى منصور. الاستاذ مرتضى منصور الله يحبسنا يا عم. والله يا باشا انا معيش دعوه. ولا عبده ده هو اللي قال لي كده. هاجلنا بالسريات.
وليه؟ عشان ابقى ناجح لازم اكون عامل فورمه البيج رامي يعني، ده لو هعرف اعملها يعني. بس افرض انا عايز اعمل فورمه كريستيانو، انا ولا اعرف اعمل دي ولا دي، بس افرض انا عايز اعمل فورمه الشيخ كريستيانو، سوري، ناقصك بس الدقن وتخش الاسلام عشان تبقى قفلت اللعبه كلها، الدنيا والاخره يا ابن المحظوظه. ومعاك جورجينا يا راجل، وايه بتلعب في النصر. يا رب. المهم لو عايز تبقى برنس اعمل تحدي منيري لشهر مارس او فبراير او اي شهر. عايزين تعملوا تحدي منيري بتاع شهر 1؟ جاهزين تعملوا تحدي منيري بتاع شهر 11؟ لو عايز تبقى برنس البرانيس، وده اخر كارت على فكره انا بضحي بيه يعني، كارت مهم بالنسبه لي ومش اي حد يعرف المعلومه دي، فمن فضلك انزل اعمل لايك، اتفضل عشان اقول لك الكارت. عملت لايك وعملت اشتراك في القناه، ولو على الفيسبوك اعمل لايك، انا خلاص بقى نزل بتاع الفيس بقى، الريتش هناك حلو. لو على الفيسبوك اعمل رياكت. لو عايز تبقى برنس البرانيس بجد ما تروحش العزا جوز عمتك. انا جوز عمتي لما مات ما رحتش دفنته وما رحتش العزا اصلا. عارف ليه؟ عشان ال5 ساعات دول اللي انت هتروح وتيجي فيهم انت ممكن 5 ساعات اللي انا هروح اضيع فيهم مشوار اسافر فيهم واروح لهم. ما اعرفش بقى، انتوا شوفوا شويه كلام انجليزي لان انا مش فهمتش منه حاجه الصراحه عشان اقولها لكم. 5 ساعات دول ممكن اخد an extra edge in what I do that's gonna pay off for me on my ولا تقول لي صله قرابه ولا صله رحم ولا صحوبيه ولا اي ابن الكام ساعه دول انت لازم تكتسب فيهم مهاره يا ابن اندرو زيت مصر. انا مش عارف ازاي ما اتكلمتش عن اندرو تيت. هقول لك بس حاجه عن اندرو تيت. اندرو تيت يا حبيبي معاه فوق المليار. انت بتعمل فيديو تحفيزي ليه يعني؟ ده واحد معاه فوق المليار. انت بجد لو عايز تتحفز لازم تكون الحاجه دي نابعه من جواك وتكون انت حاسس ان انت ودي بالمناسبه مكتوبه في تاني صفحه من كتاب قوه عقلك الباطن للناس السريع، عشان تعرف بس ان انا مثقف. بص كتب دي ولا مش كتب عشان تعرف بس ان انا مثقف، انا مش بتكلم كده من وحي خيالي. شيل بقى الكتب بتاعتك دي يا ابني من هنا عشان يا اما تروح عزا جوز عمتك وتعمل زي محمد عبد العاطي. انا جوز عمتي لما توفى كلموني قالوا روح له، رحت بس رحت فوقته ضربته بالقلم قلت له فوق يا ابن محدش بيموت اليومين دول. فعلا محدش بيموت دلوقتي. نرجع لعمر الضفراوي. انت ممكن ما تروحش عزا جوز عمتك وتكتسب في الوقت ده مهاره جديده، او تشوف البودكاست بتاعت عمر الضفراوي اللي منزلها بودكاست فوق الساعتين. تخيل انت بودكاست فوق الساعتين ما راحش عزا مين عشان يعمل لك البودكاست دي. لازم تقدر يعني. انت لو بصيت للموسيقى اصلا اللي هم حاطينها دي فهتلاقيها ان هي بتخلي الكلام كله اجريسيف ومثير، فاهم يعني؟ انا هحط لك الموسيقى دي في الخلفيه. انا مره كنت جعان فقمت فتحت التلاجة وجبت بيضتين وقلتهم في الزيت وكلتهم وشبعت. بالمناسبه كان في ناس قرفانه مني ان انا بشرب شاي اهو. قرفان روح ما تجليش. المهم في كومنت جالي: تستاهل اجمل حظ، انت ولا محتوى ولا بتقدم اي شيء مفيد ومش شطاره منك انك طالع تتنمر على الناس. يا شريف محمد احب اقول لك حبيبي شكرا على الحظر. صيادين بنها ابو اياد قال له والله عند حضرتك حق، فدخلت على استاذ صيادين بنها ابو اياد متعه صيد السمك البلطي الكبير اللي بياخد من الزنان غمزه مباشر. اتفرجت على الفيديو يعني والفيديو جامد الصراحه، والاستاذ ابو اياد طلع سمكه بلطيه ما شاء الله عليها. الله اكبر. فبعد اذنك يا ابو اياد انا اسف والله لو انا ضايقتك، بس ممكن تبعت لي نص كيلو بلطي، ابعت لك اللوكيشن، ابعت لك العنوان قصدي. وطبعا قبل اي حاجه اوعى تفكر تسمح فيديو تحفيزي. السلام عليكم يا رجاله، عشان انا كده هنزل فيديو تحفيزي اول الشهر. ويا جماعه بالنسبه للكومنتات اللي جات لي كتير فشخ عشان انا كنت باكل وكانوا متضايقين، احب اقول لكم معلش. قول كلام اي كلام بس قول، مش الكلام ده. I wanted to go to the I want يا عم متعكس يا عم. هو يعملوا كده بيقولوا كلام. بس ساكت يا عم.